اوب اوب. ايوه اول مره اشوف البيضه بتاعته. يا جدعان شباب عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد. نبتدي الفيديو ونسمي الله بسم الله. النهارده في شويه حاجات هنعدلوها او هنصلح شويه حاجات كانت ناقصه من الفيديوهات اللي فاتت، فاحنا هنجيبه كذا فيديو هنسترجع الذكريات كده الكام اسبوع اللي فاتوا دول. ولو عرفت ان انا اكل الحاجه دلوقتي ان شاء الله هوريكم كل حاجه. فانا مش كاتب سكريبت الفيديو، فيلا نشوفوا ايه اللي هيحصل. طيب يا جدعان دوت الاضاءه اللي واصله للحوض اضاءه ضعيفه جدا. هتلاقوا النباتات اللي فوق ديت النبته اللي انا لغايه دلوقتي وربنا ما يعرف احفظ اسمها. لو ركزتوا تحت احنا كنا حاطين الجزء اللي هو بتاع العقارب، انكلوجر العقارب تحت دوت مش مركبين له اضاءه. دوت هنركب له النهارده اضاءه يو في، وهنركب له الاضاءه الاصليه بحيث ان النباتات تقدر تنمو. وهنركبه كل ده على تايمر بحيث ان هو يشتغل حوالي من 8 ل 10 ساعات كل يوم في نفس الميعاد، عشان خاطر في حاجه اسمها الساعه البيولوجيه. الليل جه فانت تنام، بس الكلام ده مع الناس اللي بتسهر مش بيحصل. يعني انا بفهمكم الدنيا ماشيه ازاي عشان خاطر بس ايه ده بيسبب اضطرابات شويه عند الكائن كضغط نفسي، فدوت ممكن يسبب له امراض، ممكن يمنع اكل بسبب الموضوع دوت. فيلا بينا نظبط الموضوع ده. طيب يا جدعان ده السقف اهو فوق، انا بس ايه حبيت اوريكم المنظر من فوق. فانا هركب لمبه. طيب يا جدعان الميه ديت انا اتوضيت وصليت بس مش هستنى بقى الدنيا تنشف. الكيسه ديت احنا جبنا شويه حاجات. جبنا اللمبه ديت، واحد صاحبي شغال في مجال الكهربائيات اسمه يوسف، يا ريت تكون شايف الفيديو يا يوسف. اداني ديت هقوم فاتحها كده وهتكون بالمنظر ده. ممكن بقى بعد كده اقوم مغلفها بحيث ان هي تكون شكلها كويس، ممكن بس مش دلوقتي. طيب انا ليه شلت اللي هو المشتت دوت؟ المشتت دوت بيكون عباره عن ان هو بيعمل توزيع جيد للضوء، فانا عايز بس الضوء يكون متركز في منطقه معينه بحيث ان النباتات ديت تبقى كثيفه فالدنيا تتخلل منها الضوء للحوض. يعني مش عايز اضاءه عاليه جدا يعني. وجبنا سلك وشكرتون والبتاع دوت اللي بيثبت السلك وربنا انا ما عارف اسمه ايه. وجبنا الدويل ده. الدويل ده مبدئيا احنا هنركب السلك فيه دلوقتي. تعالى لي يا معلم. انا اتمنى ان انتوا كده تكونوا شايفيني كويس. يا ريت لو احنا تحت ال 18 سنه، او ليه 18، لو احنا تحت ال 15 سنه نخلي حد كبير يساعدنا. يعني الحته اللي عندنا ديت ما فيهاش مكان ريس، حبكه مكن الريس يعدي من هنا دلوقتي. طيب اتاكدنا ان هي تمام. هنيجي هنقوم رابطين ده كده، وهنيجي على دوت بالمنظر ده. تعالوا كده بس ايه اوريكم الارتفاع اللي انا عايز اكون عامله. يعني انا عايز الاضاءه تكون يعني في حدود المنظر دوت مثلا. فانا هطلع بقى اركب في السقف اللي هو الجزء دوت اهو يا جماعه. الجزء ده هركبه في السلك كده، والجزء ده هقوم دقه في السقف فوق. طيب بصوا بقى يا جماعه، احنا هنشغل النور دلوقتي ونشوف الدنيا على ايه بالظبط. جاهزين يا جدعان؟ بسم الله. اوه جامد ورب الكعبه، ده جامد جدا جدا. عامله زي النخل ديت هتبتدي تشد تاني، وكل الزرع اللي طالع بقى من هنا هيبتدي ان هو يتوجه ناحيه الضوء. بصراحه المنظر جامد جامد جامد. انا هركب باقي الاضاءه، وهركب الاضاءه للجزء اللي تحت العقارب واوريكم اللوك النهائي. الاضاءه اللي انا هركبها اللي جايه ديت الاضاءه لغايه للفيشه على طول، لا ديت بيبقى ليها ترانس. الترانس دوت بيقلل شده التيار لان هي بتشتغل على الفولت. قوه الفولت اللي هي العاديه بتاعت اللي في البيوت عادي ديت حوالي 240 فولت. بصوا يا جدعان بعد تعب كتير جدا حانت لحظة الحقيقة، ونسمي بسم الله. بسم الله يا جدعان. الزعل اللي احنا فيه ده نجرب ادابتور تاني خالص. رغم كل المجهود ده انا قاعد اقسم بالله داخل في 50 دقيقة. بسم الله. وبس كده يا جدعان، ديت تكون النتيجة النهائية في الحوض ده او الحوضين دول. قوية جدا جدا جدا. استنوا النار الازرق.
اوف جامد. بص يا جماعه النور اللي حصل، اول حاجه اللمبه دي، تاني حاجه الخلفيه اللي نورتها بليدات، والليدات اللي نورت بيها الحواض اللي تحت دي. بص يا جماعه ده الشكل النهائي. كل اللي عملته ركبت اضاءه تحت، اضاءه زرقاء واضاءه بيضاء، وهنا ركبت الاضاءه اللي انتوا عارفينها طبعا، ومن ورا ركبت خلفيه اضاءه لونها اورنج شويه عشان خاطر يدينا اللوك الفظيع ده. يعني دوت وهو مطفي. بصوا المنظر قوي جدا. يعني كل اللي فاضل هنا من وجهه نظري احنا كل اللي محتاجينه ان انا بس هزود شويه ميه. السمك دوت انا ما اكلتوش من ساعه ما عملت له الحوض دوت السمك فيه بقاله حوالي اسبوعين. طيب اللي هيسالني يقول لي انت ما تعرفش ربنا، اسبوعين ليه؟ بص يا صديقي، دلوقتي السمك دوت الحوض دوت زي ما انتوا كنتوا شايفين، يعني لو انتوا بتتفرجوا ومتابعين الحوض دوت كان فيه يرقات ناموس عقبال ما حطينا الاسماك، فانا ما حطيتش اي اكل، سبتهم يتغذوا على يرقات الناموس على مهلهم خالص. النهارده هندي اول وجبه وشوفوا ما شاء الله بياكلوا وحلوين وطعمين والدنيا اخر مانجا خالص. اتفرج يا صديقي واستمتع، حقيقي استمتع. الزبرة جميلة والدوارف جرامي الذكورة اهي طالعة، بس هي مش جاية معايا تطلع باين عليها. انا شايف الحوض بسم الله ما شاء الله روعة، من اجمل الاحواض اللي عملتها بصراحة. طب يا جدعان هتسالوني هنعمل ايه هنا؟ الاضاءه ديت انا لسه مركبها، بس ايه ما دوشتشكوش معايا يعني. بصوا القمر ده ضفدع الجزاع المصري. حاول افتح عليه ونأكله يا رب ياكل معانا، بس هو لسه يعني بيخاف مني شويه. بصوا اوبا، شوف شفتوا ديت يا جدعان؟ شفتوا الرشاقه اللي هو فيها؟ مش عارف هو اختفى راح فين والله. طيب انا رميت له كام دودايه جوه كده في الحته اللي فيها ارض هنا، انتوا عارفين طبعا. واللي ما شافش الفيديو طبعا هسيب لك الفيديو في الاي اللي بتظهر على مدار الفيديو. ان شاء الله هنجيب حته تاني. القطعه اللي موجوده هنا ديت ذكر، ان شاء الله هنجيبه له انثى يعني كده يعني. طيب في معانا هنا ايه؟ العقارب القزميه اللي انا مسكتهم وشايل عروسه. اقسم بالله انا لو بعمل اعلان لشايل عروسه مش هيظهر معايا بالطريقه دي، حاجه تجلط. بصوا هنا بقى في عندنا ايه؟ جبت لكم اخيرا، لقيت حته من علجوم الفريدس عشان خاطر هنعمل لها انكلوجر. الانكلوجر دوت هعيد احيائه تاني وان شاء الله هيكون بتاع كابوريا. تعالوا بس ناكل الفريدس ونشوفه هياكل معانا ولا مزاجه ايه. استاذ فريدس اهو انتبه. اوبا. بص يا جماعه انا بحب الضفادع مش من شويه اقسم بالله. اهو ده بلاعه معانا، بلاعه. يلا معلم ابلع بقى عشان خاطر ايه تاخد اللي بعده. اهو بصوا يا جماعه بيمسكها بايده وتحس ان هو بينضفها قبل ما يدخلها بقه. طيب انا ممكن اديله واحده كمان. انا باكله مرتين لثلاث مرات في الاسبوع بس، ولو حجم اصغر من كده ممكن ناكلوه كل يوم. لكن الاحجام البالغه الكبيره هي مرتين في الاسبوع كفايه جدا، عشان خاطر بس ما تعملوش دهون زياده. الكائنات ديت زينا لما البني ادم بيتخن بيظهر معاه امراض.
اوبا. جامد والله. بصوا بص، هي الدودية قده اصلا. والله جامد. يا جدعان انا بعشق الضفادع وربنا. خلاص ادوني اسم لدوت عايزين نسميه، لان دوت من الحاجات اللي انا بحترمها وبحب ان انا اسميها. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، انتوا وشكوا حلو جدا جدا جدا. بصوا بصوا دي برص خشن الجلد او برص ابو كف، لان انا حاطط هنا كده وكده. ايوه اول مره اشوف البيضه بتاعته. البيضه بتاعته صغيره. ايه ده جامد جدا جامد جدا. يا ترى البيضه دي هتفقس ولا لا؟ جامد 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 جامد. انا هفهم الطريقه ازاي بنفرخوها وهقول لكم. يا ترى يا ترى يا هل ترى. بصوا المنظر ده. دي السحليه الجرايه برضو حطيتها هنا لان للاسف ملهاش مكان. بصوا ما شاء الله صغيره خالص. طيب ديت هنكشف عليها، ديت باذن الله ليها حلقه مخصوص يعني. طيب هندور كده يمكن نلاقي تاني. هو ان شاء الله دوت من الانواع اللي هي المتسلقه، فانا متوقع اصلا ان هو كان يبيض على الحيط، بس انا مش عامل له مخابئ ان هو يبيض عليها. البرص السريع قوي دوت ابو كف. هوب هوب خش جوه خش جوه خش جوه خش جوه. دوت انا كنت ماسكه بصعوبه جدا جدا جدا. طيب هو حاليا اللي انا شايفه انه مفيش غير واحده. قلت لهم اكل واشربه. الاكل بتاعهم العلبه دي، نجيب شويه ميلور احطها لهم، هم بينجذبوا وبعدين يقوموا جايين ايه متحركين عليها. بالمناسبه بقى ايه، او بالنسبه لقصه الميه، قصه الميه انا جايب لهم بخاخ وبرش لهم على الجوانب وعلى الحيطان بتاعه الحوض، بس انا مش لاقيها. طب يا جدعان انتوا لو مركزين هي دلوقتي بتشرب. بص 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 بص. اوبا اوبا، دي مش هاممها كاميرا. يا جدعان الجمدان ده، يا جدعان السلة الجامده دي اسمها جرايه. اوب اوب. بصوا يا جماعه شراسه الاكل، يا لهوي ايه ده. اول مره اشوفها بتاكل بصراحه. جامد اقسم بالله جامد. ايه ده انا منبهر منها. اتاريها هي اللي بتخلص الاكل وكل دول قاعدين جعانين اصلا. يا بنت المتضايق. لسه بقى نركب الاضاءه لدوت، بس ايه مش دلوقتي، في وقت تاني، لان انا خلاص فرهطت. الاضاءه بتاعت الحوض التاني بعد ما باظت قمت اعملها تاني، فعملت نفس الشغل مرتين، فخلاص واحد نفسيا قفل بصراحه. دوت الانكلوجر اللي هو بتاع برص واسع العين. ممكن برضو ايه نحط له شويه ميل وور. برضو عمري ما شفته اكل، بس هو بقاله فتره كبيره. الله الله. هوب هوب هوب. جامد قوي ده جامد قوي ده. بالراحه شويه علينا، مش كده. ما شاء الله ما شاء الله. بص 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 بص، في واحد ورا طالع اهو، باذن الله هيجي ياكل باذن الله باذن الله. يا خبر ابيض ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. الله ده في شرخه ده. يلا الحمد لله. هو طالع اهو بيبص وبيتفرج ايه اللي بيحصل. في حته تالته هي فين بقى، هتلاقوها في الجحر ده، ان هنا في جحر، هو طالع من الجحر اصلا. شوف شوف شوف. اتفرج يا معلم اتفرج يا معلم.
ناشونال جيوغرافيك دي ولا مش ناشونال جيوغرافيك؟ يلا 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 يلا، هياكل. يلا يا اسطى، انا بشجعك. ايه يا اسطى، في ايه؟ ما تاكل. ما شاء الله الاكل بتاعهم شرس جدا، مع ان خلي بالك هو بيكبر سن عن كده وخلاص، هو زبله صغيره جدا. بس انا اتفاجئت بصراحه بطريقه اكله. طريقه اكله قويه جدا جدا جدا. انا تهيالي واحده هتشبعه حرفيا. شايفين متنرفز ازاي وهو بياكل؟ جامد والله، جامد. جدعان احنا في اخر الفيديو خلاص كده، احنا صورنا كل حاجه واكلت لكم معظم الحاجات اللي كنا متكلمين عليها. لو عايزين فيديو واحنا بناكل فيه الحاجه او كل الحيوانات بتاعتي، يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. وعايز انوه عن حاجه، الاصوات اللي انتوا بتسمعوها على مدار الفيديو دي مش اغاني او موسيقى، ديت اصوات بشريه، ديت لا تؤثر على اي شيء من مراكز العصبيه في المخ، هي بامر الله حلال. فمن هنا ورايح يا ريت ما حدش يقول لي ما تشغلش موسيقى تاني، هي مش موسيقى، هي ليها اسم كده بس انا مش فاكره، يعني ممكن اكتبه لكم هنا مثلا. وفي النهايه المحنه ما زالت شغاله، فيا ريت ندعي لاخواتنا بالنصر وندعي لنفسنا بالرحمه، وما تنساش ان انا اعلمك لغه الطبيعه. سلام.